باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. صباح الخير يا كتاكيت يا حلوين، وحشتونا جدا. النهاردة هنحكي حكاية هتعجبكم خالص خالص. حكاية انتوا سمعتوا حتة منها الأسبوع اللي فات والأسبوع اللي قبله. احنا النهاردة هنكمل رحلتنا مع موسى وشعب الله، ونشوف عملوا ايه بعد ما طلعوا من أرض مصر. موسى وشعب الله فضلوا قاعدين في الأرض في سينا، في حتة في صحراء كبيرة جدا، وحصل معاهم حاجات كتير خالص خالص هنعرفها سوا دلوقتي. الأول عايزة أسألكم سؤال، قولولي يا ولاد، احنا لما بنيجي نلعب لعبة مثلا زي ماتشات الكورة، بنعمل ايه؟ مش في حد فينا بيقف جون، وحد بيشوط عشان يجيب جون، وحد بيدافع، ولو واحد خبط واحد لازم الحكم يعاقبه. ما ينفعش يبقى مفيش قوانين للعبة، لازم يكون في قانون بيحكم اللعبة. ما ينفعش كل واحد فينا يعمل اللي هو عايزه وقت ما هو عايزه وبراحته ويأذي الناس اللي حواليه. ده كده ما ينفعش، لا هنعيش مبسوطين ولا مرتاحين، ولا ربنا هيكون مبسوط مننا ولا قاعد سعيد بينا. بالعكس، ربنا هيكون زعلان ان احنا بنضايق بعض وبنضايقه لما بنضايق بعض اكيد. وعلشان كده ربنا لما لقى ان شعب الله عايش في الصحراء ومفيش قوانين بتحكمه وبيعملوا اللي هم عايزينه براحتهم خالص، فربنا قرر ان هو هيتفق معاهم اتفاق، وفي الاتفاق ده هيحط القوانين اللي المفروض شعب الله يمشي عليها. ولأن ربنا كان بيحب شعب الله جدا جدا، وطبعا كان بيحب موسى جدا جدا، وموسى كان القائد بتاعهم، فربنا قرر انه يبعت لهم القواعد والقوانين اللي هيمشوا عليها علشان يكون مبسوط منهم، وهم يكونوا سعداء وعايشين مبسوطين لان هم مش بيضايقوا بعض، ويبقوا مقدسين كده وحلوين ويفرحوا قلب ربنا. فجه في يوم ربنا اللي كان دايما بيكلم موسى على الجبل قال له: يا موسى، أنا هحدد يوم علشان أقولك فيه القوانين اللي الشعب لازم يمشي عليها. وعلشان ربنا بيحب الشعب بتاعه وياما أخد باله منه، ولما ما كانش بيلاقي أكل كان بيبعتله، ولما جت التعابين قرصتهم شفاهم وخد باله عليهم، ربنا قال له: أنا هكلم الشعب في يوم، بس هكلمه عن طريق سحابة ضلمة كبيرة، علشان خاطر الشعب مش هيقدر يستحمل انه يكلمني وهو شايفني، فانا هكلمهم عن طريق السحابة الكبيرة دي، ولازم يكونوا مستعدين. الشعب لازم يستعد كويس ويستحمى ويلبس احلى حاجة عنده لانه هيقابل ربنا. فموسى راح قال للشعب: يا جماعة خدوا بالكم، احنا ربنا هيتكلم معانا علشان يدينا القوانين اللي نمشي عليها علشان نكون أولاد الله اللي بنسمع كلامه. وفعلا الشعب سمع الكلام وراحوا كلهم وقفوا عند الجبل ومستنيين ان ربنا يظهر. لكن لما ربنا جه يظهر حصل برق ورعد وأصوات عالية جامدة جدا جدا، وصوت البوق كان رهيب لدرجة ان الشعب اتخض خالص وخاف وحس كده ان هو ايه يعني مخضوض. فقالوا له: خلاص يا موسى، انت اسمع الوصايا وتعالى قولها لنا. وفعلا موسى طلع الجبل علشان يسمع الوصايا من ربنا وينزل يقولها لهم. تفتكروا يا ولاد ربنا لما قال لموسى: أنا هقول الوصايا للشعب علشان يسمع كلامي ويعمل الحاجات الصح اللي بقول عليها، كان قصده يضايق الشعب؟ يعني هو بيقول لنا الوصايا دي علشان يخلينا مش مبسوطين مثلا؟ يعني ماما مثلا لما بتقول لنا بلاش الشيبسي علشان ده بيبوظ معدتنا ومش حلو ومش مفيد، ولا تقول لنا مثلا بلاش الكوكا علشان دي بتكسر العظم ومش حلوة، ماما قصدها تضايقنا؟ أكيد لأ طبعا. ماما قلبها على مصلحتنا وعايزانا نعمل الحاجات الصح المفيدة لينا علشان هي بتحبنا. ربنا كمان بيحبنا جدا وبياخد باله علينا على طول،
علشان كده عايزنا نمشي على القوانين اللي هتخلينا مبسوطين وهتخلينا مبسوطين مع الناس اللي حوالينا ومعاه كمان. وفعلا موسى طلع الجبل وربنا بنفسه هو اللي حفر على لوحين من الحجارة الوصايا العشر اللي كان ربنا عايز يوصلهم للشعب. تعالوا مع بعض دلوقتي نتعرف على الوصايا دي واحدة ورا التانية. هم 10 وصايا، فيهم 4 ليهم علاقة بربنا، و6 وصايا دول بتوعنا احنا يعرفونا ازاي نتعامل مع بعض. أول وصية بتقول إن الشعب لازم يعبد ربنا لوحده، ما يكونش فيه إله تاني معاه، ويكون يحب ربنا من كل قلبه، يحب ربنا على الآخر خالص، ويكون ربنا هو الإله الوحيد في حياة الشعب. تاني وصية إنهم ما يعملوش تماثيل يعبدوها، يعني ما يجيش واحد يعمل تمثال ويقول عليه ده ربنا ويروح يعبده ويسجد له. تالت وصية إن محدش يحلف خالص، محدش يحلف باسم ربنا أبدا أبدا، ولا يحلف بحاجة تانية. الحلفان مش حاجة حلوة، أنا بقول للناس على الحاجة وهم لو عايزين يصدقوني يصدقوني، أنا كده كده بقول الحقيقة، أنا بقول الحاجة اللي حصلت بجد، لكن محلفش عشان حد يصدقني. رابع وصية ربنا حدد يوم علشان نصلي فيه ونروح الكنيسة ونصلي فيه كويس، يعني اليوم ده يبقى أكتر حاجة بنعملها فيه الصلاة، ونحاول إن احنا نقلل الحاجات التانية اللي بنعملها بقية الأسبوع. وخامس وصية إن احنا ناخد بالنا من ماما وبابا ونحافظ عليهم ونخلينا ولاد حلوين ونسمع الكلام. وسادس وصية إن احنا ما نقتلش حد أبدا، ما نموتش حد طول ما احنا عايشين. وسابع وصية إن بابا وماما يحبوا بعض جدا جدا، وعمرهم ما يتخلوا عن بعض ولا يسيبوا بعض أبدا. وتامن وصية إننا ما نسرقش، ما ناخدش حاجة مش بتاعتنا، طالما مش بتاعتنا ناخدها ليه؟ وتاسع وصية إن احنا لازم نقول الحقيقة، إن احنا ما نكذبش أبدا أبدا، ما نقولش حاجة ما حصلتش. لو أنا مثلا أخدت حاجة وماما سألت مين اللي أخد ده، أقول أنا يا ماما اللي أخدته، ما أقولش ده أخويا مثلا اللي أخدها ولا دي أختي اللي خدتها، ما ينفعش. وعاشر وصية إن احنا ما نبقاش طماعين، يعني ما اقعدش أبص على حاجة أصحابي أو إخواتي وأقعد أقول إشمعنى أنا ما عنديش زيهم، إشمعنى هم عندهم وأنا لأ، لأن ربنا بيدي كل واحد فينا الحاجة اللي مناسبة ليه. وبعد ما موسى أخد الوصايا العشر من ربنا المحفورة على الصخر، نزل للشعب ووراهم اللوحين الصخر اللي ربنا حفر عليهم الوصايا، وقال لهم شفتوا ده ربنا كاتبهم بإيديه علشان احنا نتعلم ونسمع الكلام. والوصايا دي يا ولاد لحد دلوقتي كل الناس بتعمل بيها، اللي في أمريكا وفرنسا واللي في الهند، وكل الناس بيعملوا بالوصايا اللي ربنا قال عليها في الوصايا العشر، لأن محدش المفروض بيقتل ولا يسرق ولا يكذب ولا يبقى طماع، وكل الحاجات دي محدش يعملها، ولازم نحب ربنا من قلبنا. فكل الناس في كل العالم بينفذوا الوصايا دي. مين شطور بقى هيقول معايا الآية؟ يلا نقولها سوا. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. يوحنا 14:15. كمان مرة، إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي. يوحنا 14:15. نحفظ الآية كويس ونلون الصورة، ودايما نشوفكم على خير. باي باي.